السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض أسئلة الدرس الأول في يونت 1 في الوحدة الأولى. هنحل من النسخة الجديدة، الطبعة الجديدة اللي هي طبقا لتعديلات كتاب الوزارة اللي هي 2024. هنحل مع بعض كده وهنقول كل تفصيلة بسيطة بحيث نعرف ازاي احنا بنحل الأسئلة. هنا بيقول لي read and match، يعني اقرأ ووصل. من ايه بقى؟ من A with B، من A العمود A للعمود B. هنا اول حاجة، اول سؤال عندي بيقول لي Egyptian farmers grow، يعني ايه Egyptian farmers؟ اللي هم الفلاحين المصريين. grow يعني بيزرعوا. هيزرعوا ايه؟ rice and tomatoes، يعني هيزرعوا الرز والطماطم. يبقى انا كده كمعنى صح وكتكوين صح. احنا عارفين ان في حاجة اسمها تكوين الجملة، فتكوينها صح ومعناها صح، اديت لي حاجة ليها معنى، حاجة اقدر افهمها. تاني حاجة بيقول I made salad. I made salad يعني انا عملت السلطة. عرفت منين عملت دي؟ ان هي في الماضي من made. made دي ماضي ايه؟ ماضي make. فبيقول I made salad ايه بقى؟ for lunch، عشان يبقى الجملة ليها معنى وفاعل وفعل وبقية الجملة. I made salad for lunch يعني أنا عملت سلطة للغداء. رقم 3 tomatoes and onions، يعني الطماطم وإيه والبصل. هنقول عليهم إيه؟ are، عشان هما جمع are vegetables، يعني يكونوا خضروات. يبقى كده كمعنى صح وكتركيب وتكوين صح. الفعل اهو، بعدين الفعل اللي هو are اللي بيجي مع الجمع، بعدين بقية الجملة. رقم 4 بيقول لي which food comes، يعني أي طعام. طالما أي طعام دي أداة استفهام، المفروض الناحية التانية الحاجة يبقى فيها إيه؟ فيها علامة استفهام. فهقول which food comes from our country، يعني أي طعام بيجي من إيه؟ من بلدنا. كده ترتيب صح ومعنى صح. تعالوا هنا بيديني كلمات فوق كده، والكلمات دي بحطها في النقط. الكلمة المناسبة بحطها في النقط. هنا بيقول لي fruits grow in different times of the year، يعني الفاكهة بتنمو في أوقات مختلفة من السنة. year يعني سنة، different times يعني أوقات مختلفة. we نقط different kinds of them in Egypt، يعني احنا بنزرع، المفروض نقول نزرع أنواع مختلفة منهم من الفاكهة دي in Egypt في مصر. يعني ايه يزرع؟ grow يعني يزرع، فدي هتبقى رقم 1 grow. كده المعنى تمام. بيقول لي هنا mangoes and نقط grow in summer، ايه اللي بيطلع في الصيف، بينمو في الصيف وبنزرعه في الصيف؟ المانجوز والجريبس والعنب، مانجا وعنب. بعد كده بيقولوا we get نقط from sugar cane. get يعني نحصل على، بنحصل على ايه من الشوجر كين؟ من قصب السكر، اكيد بنحصل على الشجر، السكر من قصب السكر. فجت يعني يحصل على. بعد كده القطعة بنقرأها وبنجاوب على الأسئلة. ده السؤال بالنسبة لنا جديد. بنعمل ايه؟ بنقرأ القطعة بتاعتنا كذا مرة كده وبنفهم هو عايز يوصل لي ايه المعلومات اللي عايز يوصلها لي. بعد ما افهم القطعة بجاوب على سؤالين choose اختياري، وسؤالين اللي هم تحت دول اللي هو answer the following question. تمام؟ تعالوا نقرأ مع بعض. farmers are very important to us، يعني الفلاحين بيكونوا مهمين جدا لينا. they produce a lot of food، يعني هم بينتجوا كثير من الطعام. for us لينا، to eat عشان ناكله. they grow rice in Egypt، هم بيزرعوا الرز في مصر. they also grow vegetables، وهم أيضا بيزرعوا الخضروات like tomatoes and onions، زي الطماطم والبصل. they grow fruits، بيزرعوا الفاكهة like watermelons and bananas، يعني بيزرعوا الفاكهة زي البطيخ وزي الموز. they can raise chicken، وهم برضو بيقدروا ان هم raise chickens، يعني بيربوا الفراخ. ليه بقى بيربوا فراخ؟ ليه؟ to get eggs and meat، عشان يحصلوا على البيض واللحمة. get دي فعل معناها يحصل على، لسه قايلينه من شوية. my uncle عمي، ده الجزء التاني في القطعة. هي متقسمة جزئين، في باراجراف أولاني اهو وفي باراجراف تاني اللي هو تحت ده. بيقول لي my uncle is a farmer، يعني عمي يكون فلاح مزارع. he works hard on his farm، هو بيعمل بجد hard يعني بيعمل بجد واجتهاد on his farm في مزرعته his farm.
صفة ملكية معناها ملكه للولد. my cousin يعني ابن عمي helps him بيساعده grow plants إن هو يزرع النباتات. they grow many kinds of delicious fruit يعني هما بيزرعوا أنواع كتيرة من الفاكهة اللذيذة. we get fresh mangoes يعني احنا بنحصل على ايه؟ على المانجا الطازجة. fresh يعني طازج، get يحصل على، يبقى الفعل ده اكتبه عندك في كراستك، get يحصل على. from the farm every year يعني كل سنة بيجيلنا ايه؟ مانجا طازة من الايه؟ من المزرعة دي. there are different animals on his farm like goats في حيوانات مختلفة في مزرعته زي المعيز والكاوز البقر and a donkey وفي حمار. I like to visit him أنا بحب أزوره every summer يعني كل صيف. I help him on the farm وبساعده في المزرعة بتاعته. It's interesting وده بيكون شيق بالنسبة لي. choose بقى بيقول لي farmers grow يعني الفلاحين بيزرعوا ايه؟ like tomatoes and onions بيزرعوا الفيجيتابلز الخضروات لان دي التوميتوز والانيونز عبارة عن خضروات. watermelon and bananas are بيكونوا ايه؟ البطيخ والموز بيكونوا fruits فاكهة. تعالوا بقى نجاوب الأسئلة دي. لما بنفهم القطعة كويس بنعرف نجاوب بمنتهى السهولة. بيقول لي هنا why دي أداة استفهام معناها لماذا. why معناها لماذا وبجاوب عليها because يعني لأن. يعني لما يقول لي ليه انت عملت كذا هقول له لأن بقى واكمل الجملة اللي انا هقولها. why are farmers very important ليه الفلاحين بيكونوا مهمين؟ هنجيب الإجابة من القطعة بتاعتنا. هنقول because ونكمل جملتنا. هنجيب هنا بقى من الايه؟ من القطعة. هنقول because they produce a lot of food for us ونكمل مثلا نقول they grow rice مثلا in Egypt. كل الحاجات اللي ايه اللي هم بيعملوها ونعمل عليها رقم واحد كده. نيجي في تاني حاجة بيقول لي هنا summarize يعني لخص لي the second paragraph in one sentence يعني لخص لي القطعة التانية دي في جملة واحدة. هقول له مثلا my uncle works hard on his farm يعني عمي بيعمل بجد في مزرعته. جايبها من القطعة يعني جايبين الكلمة دي من القطعة. تعالوا بقى هنا بيقول لي أعد ترتيب الكلمات لتكوين جمل صحيحة. لازم المعنى يبقى صح والتركيب أو التكوين يكون صح. هنا عندي هنبدأ بوات. وات دي أداة استفهام يجي بعدها الفعل المساعد كأن الفعل ده جاي يساعدها ويسندها كده فأقول وات دو. بعدين الفاعل، فين الفاعل؟ farmers. what do farmers. بعدين الفعل الأساسي grow يعني ماذا يزرع الفلاحون. what do farmers grow. بعد كده التانية هنقول Egyptian farmers يعني الفلاحون المصريون. مالهم بقى؟ الفعل فين؟ فاعل اهو produce بينتجوا many things يعني أشياء كثيرة. رقم 3 هنا they هتاخد ايه؟ زي هتاخد are. they are having يعني هم بيتناولوا. عرفت منين اللي هي يتناولوا؟ have لما يجي بعدها أكل يبقى معناها ياكل ولما يجي بعدها شرب معناها حاجة بتتشرب يعني معناها يشرب. فهي ليها معنى تاني يتناول غير يمتلك. يعني have بيكون ليها معنى تاني غير يمتلك معناها يتناول. فأقول they are having chickens يعني هم بيتناولوا الدجاج for ايه بقى؟ lunch لوجبة أو في وجبة الغداء. تعالوا بقى نحل تشوز الاختياري. هنا احنا خدنا سؤال مهم قوي. food comes from our country. which food اي الطعام اللي بيجي من بلدنا؟ هنا بيجاوب بيقول الرايس. رقم 2 مين هما اللي بيعملوا grow للفيجيتابلز for us to eat؟ مين اللي بيزرعوا الخضروات؟ الفارمرز الفلاحون. رقم 3 بيقول we produce vegetables like احنا بننتج خضروات زي ايه؟ زي الانيونز. مينفعش اخد البنانز ولا الووترميلون ولا الابلز كل الحاجات دي فاكهة. رقم 4 let's هيجي بعدها الفعل في المصدر. let's يعني هيا بنا. يعني ايه في المصدر؟ يعني في صورته الأساسية اللي هي في المضارع بدون أي إضافات. having فيها ing ما تنفعش. had دي في الماضي ما تنفعش. to have معاها to ما تنفعش. الوحيدة اللي هتنفع have هي دي الصورة الأساسية.
بعد كده عندي السؤال بتاع اللي هو البانكتويت، اللي هو علامات الترقيم. ضع علامات الترقيم. الجملة اللي عندي دي تعالوا نحدد نوعها. هي جملة عبارة عن جملة خبرية، فاعل فعل بقية الجملة. Egyptian food الطعام المصري as يكون يعني لذيذ. أول حاجة هبدأ بأول حرف capital يعني أخليه كبير أهو. هنعمل الإي كبير ونكمل جملتنا، وطالما دي جملة خبرية هنحط في الآخر نقطة. لازم طبعا نكتب الجملة كاملة. تعالوا بقى نكتب مع بعض باراجراف عن الفود ان ايجيبت الطعام في مصر. لما اجي اعمل اعمل جمل كده بسيطة تركيبها صح، تكوينها يعني صح، وفي نفس الوقت معناها صح. مديني هنا guiding elements يعني حاجات إرشادية، كأنه كده بينور لك الطريق وبيديك كلمات عشان تقدر تكون جمل بطريقة سهلة. بيقول لي grow وfarmers، الكلمتين دول خدهم وحاول تكون جمل كده مفيدة وترتيبها صح. هسيب جزء كده بسيط في الأول، وبعد كده هبدأ باللتر اللي هيبقى في الأول هيبقى كبير، هيبقى capital كبير. فهقول Egyptian farmers الفلاحين المصريين produce بينتجوا. دي جملة خبرية، فمفروض يبقى فاعل. أول حاجة فاعل، بعدين فعل، بعدين بقية الجملة. فين الفاعل هنا؟ Egyptian farmers. فين الفعل؟ produce بينتجوا ايه؟ many things أشياء كثيرة. many things. خلصت جملتي أحط نقطة وأبدأ في جملة جديدة بحرف برضو كبير أهي، حرف كبير. بدل ما أقول Egyptian farmers تاني وأفضل أعيد الكلمة الكبيرة دي كل شوية، هشيلها وأحط مكانها ضمير. طب إيه الضمير اللي ينفع أحطه؟ هو they يعني هم. أقول they grow vegetables يعني هم بيزرعوا خضروات and fruits وفواكه. خلصت جملتي احط ايه؟ هحط نقطة. وهنا الجملة تركيبها مظبوط ومعناها مظبوط. تركيبها فاعل اللي هو they، بعدين فعل grow، بعدين اللي هو المفعول vegetables and fruits. هبدأ جملة جديدة بحرف كبير. هقول they grow vegetables يعني هم بيزرعوا الخضروات like يعني ايه like؟ يعني مثل tomatoes potatoes and onions. بحط فاصلة ما بين الحاجات اللي انا بذكرها، يعني بقول كذا حاجة لكن الحاجة اللي انا هقولها في الاخر احط قبلها ان، بعدين احط نقطة عشان انا خلصت ايه جملتي. بعد كده هبدأ جملة جديدة اقول they grow fruits يعني هما بيزرعوا ايه؟ بيزرعوا الفاكهة like مثل mangoes and bananas المانجا والموز، واحط نقطة عشان خلصت جملتي تركيبها مظبوط. فاعل بقية الجملة. هقول ايه في الاخر؟ they raise chickens هما بيربوا ايه؟ بيربوا فراخ. يبقى خدت بالك انا عوضت الضمير، بدل ما اقول Egyptian farmers لا انا هعوض بضمير. لو شلت Egyptian farmers هعوض بضمير they يعني هما. كده نكون خلصنا حل الدرس الأول في يونت 1 في الوحدة الأولى. نتقابل إن شاء الله المرة الجاية في شرح lesson 2 الدرس الثاني في يونت 1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.